أتكلم عن واحد يريد أن يتشافى الآن من علاقة، واحد يقول أنا متعلق بشخص وأريد أن أتخلص، ماني بقادر. نقول أهجر أول شيء منابع إنعاش هذه العلاقة، ذكريات وكذا كذا، لا تتواصل معه، لا ترسل له يعني الرسائل المعتادة عن التنبؤ وش صار عليك وين رحت التعقب هذه، لا. طيب لما أنت تترك هذا، إيش المتوقع منه؟ في العلاقات شيء غريب سبحان الله، العلاقات مثل الظل، إذا تبعته هرب، وإذا دبرت عنه لحقك. في العلاقة العاشق والمعشوق إذا ثقلت بيجيك. هنا ينكسر كثير من المتعافين. جاء خويه اللي كل 5 مرات يرد مرة، صار هو اللي يتصل، صار هو اللي يدورني، سبحان الله. ثم يصير عاشق بلص، يرجع بتطرف عالي جدا فينكسر مرة أخرى. وهذا المعشوق يضرم النار في قلب عاشقه ليتدفأ هو ويستفيد ومبسوط. العشق حقل الألغام، لا يجب أن تدخل فيه، لا يجب. مشكلة حقل الألغام هذا إذا انفجر لغم، الناس غالبا تدخل فيه ولا تخرج منه، يعني من الخوف يدخل داخل زيادة، ينفجر 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 إلى أن يصل مرحلة خسر دنياه وآخرته وفلوسه. أعرف عندي قصص كثيرة وعلاقاته أصلا، لأنه سبحان الله في اللحظة التي يكون هو مستغرق مع معشوقه ترى ما يشوف الناس ولا يهمهم معاييره ولا عليه من أحد ولا عليه مدري إيش طيب إذا تركه التفت ما في أحد. نجاح العلاقة أن تكون العلاقة ندية ومثل أرجوحة، مثل أرجوحة، بمعنى أنا فوق مرة وأنت فوق، أنا فوق أما علاقة العشق كذا، هذا وده ينزل شو يسوي؟ وخر، ما يبغى، فيرمي نفسه يطيح يتألم من سببه أنت، الله لا يوفقك. خلنا كذا، خلنا شوي، طيب خلنا نتنفس يعني هواء نقي. فهذه إشكالية العلاقة المميتة، أنك تهجر أماكنها، أزمنتها، المذكرات التي تذكرك، وتكون يعني خلينا نقول صامل حازم مع مشاعرك التي تشعر بها تجاه هذه العلاقة. اقطع التواصل تماما، أهجر أماكن وجوده، تواصله. في العلاقات المميتة مثل التعلق والحب كل هداياه تخلص منها، كل ذكريات. شوف أبو عمر، العلاقة ما هي؟ العلاقة هي ذاكرة، العلاقة عادات. اللي يجعلني أنا أتذكرك وأشعر تجاه هذه الذكرى مشاعر هو عادات كانت بيننا، مواقف كانت بيننا، ومذكرات. المذكرات قد تكون هدية، قد يكون مكان إذا رحت فيه ضيق صدري، قد تكون أغنية ولا أنشودة ولا كذا ولا كذا إذا شغلتها، قد يكون عطر إذا شميته، قد تخلص من هذه. أنا ارتباط المكان بالمكانة. الآن أنت وين تجلس، في رأس المجلس ولا في طرف المجلس ولا كذا، يقول لك والله حسب المكانة. نعم، المكان يحدد المكانة والمكانة تحدد المكان، يعني كلاهما. فممكن احنا نسن قاعدة نسميها ما هو رقمك الاجتماعي. رقمك الاجتماعي، كل إنسان له رقم اجتماعي في مكان ما، فهو في مكان ما رقم 1، وعليه أن يتقبل أن يكون رقم 10 في مكان آخر. عليه من وعيه أن يتقبل ذلك. أنت دكتور في الجامعة، رقمك 1، تدخل بيت أهلك أنت رقمك حسب ترتيبك في أخوانك. ما تقول والله لا قدموني ولا ما هذا ولا ماذا، لأن الإنسان إذا شاف الحفاوة، إذا كان رقم 1 شاف الحفاوة وراح رجع البيت، مثلا أنا جيت هنا مثلا ورحبت فيني جزاك الله خير وفريق عملك الرائع وكذا وحطيتوني فوق رؤوسكم جزاكم الله خير، رحت البيت قالت لي مبدر ليش ما جبت بيض؟ أنا أجيب بيض؟ أنا مقامي مقام بيض؟ إيه بيض، جيب بيض، خير إن شاء الله جيب بيض. أنت زوج هنا، أنت رقمك هنا مو بلازم رقم 1، أنت الآن شريك، عندك مسؤوليات، عندك كذا. هذا التقبل يجعلك تتعايش مع كثير من المواقف من حولك، تتعاطى مع تعاطي واعي جدا جدا جدا. مدرس دكتور رياضيات في الجامعة 1 زائد 1 تساوي 2، في بيتهم 1 زائد 1 تساوي اللي يقوله أبوي. أبشر صح. مرة دخلت على أمي وأنا المدرب ياسر، قعدت أقول لها اسمعي يمه ترى ما يصلح كذا تعاملين أخوي بكذا بالطريقة هذه، ترى صنفوا العلماء ترى. إي والله، وأقول كذا 1 2 3. قالت ناظرني كذا، قالت لي ياسر. قلت نعم. قالت تدري يا مولدك أنا أني حاطتك في كرتون مناديل. حاجة مجهرية، تقول صغير مرة، الحين جاي ترفع راسك علي. انتبه، اعرف رقمك. لذلك معرفة الرقم الاجتماعي
أجل كثيرا ذلك المدير المنظمة الذي هو في الاجتماع رقم 1، ولا بدأوا إلا حين أتى، ولا صبوا الشاي وكذا المشروبات إلا يوم جاء، وهو لم يكن أكبرهم لكنه هو مديرهم. فإذا ذهبوا للاستراحة طلعوا طلعة كشته، حطوا المركة عند كبير السن وقال لا تبدأ قهوة على طفلان، لأنه يعرف الآن أن السياق ليس سياق إداري، وأن رقمه الاجتماعي يتغير بتغير مكانه ومكانته متعلقة بمكانه. أحترمه كثيرا. إذا جاني عامل عندي قد يكون الساق، في بيتي قد يكون رقم 10 هو، لكن إذا شفته مع أولاده ولا طلع لي صورة عياله ولا جاي بيصور صورة عشان يرسلها لعياله، لابد أن أشعر أبنائه أن أبوهم رقم 1. لا ماشي هو، لأنه فعلا رقم 1 بهذه الطريقة. الذي يتحكم في هذا الترقيم رقم 1 الملائكة كل واحد له مقام معلوم. الملائكة لها أرقام، كل سماء لها ملك خاص بها. الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض. الصحابة يقول عمر رضي الله عنه يعلن استسلامه عن ملاحقة رقم 1، يقول والله لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر، ما أقدر خلاص. الناس رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الناس يختلفون. قبولي أنا أني إذا رحت في مكان ما أكون رقم 1 ترى هذا من النضج، ولا ألوم الآخرين، لأن في أرقام معينة. لذلك الجاحظ ماذا يقول؟ يقول صدور المجالس مقالع. يقول شلون مقالع؟ يعني جلست في المجلس، يعني أنت رقم 1، ترى بيجي واحد أعلى منك بيشيلونك، مقالع. لذلك من الحكمة أنك وإن كنت رقم 1 أو تظن أنك في تلك اللحظة لأنك جاي بدري أنك رقم 1، ما تجلس في صدر المجلس. من الذكاء الاجتماعي اجلس هناك، لأنك هناك لن يقيمك أحد، لكن تجي هنا يعني بيشيلونك، فاشل نفسك أنت. يعني هذا وعيك من قضية الرقم الاجتماعي. ما الذي ينظم الأرقام الاجتماعية؟ كالتالي: السلطة الدينية، بمعنى هذا لواء وهذا دكتور وهذا مدري إيش، بس في واحد يوم جو يصلون، واحد حافظ القرآن صغير شباب كذا هو اللي صلى بهم. إذا رقم 1 الذي قدمه الدين. أحيانا تكون رقم 1 السلطة العلمية، والله حياك الله دكتور، تفضل تعال يا دكتور أنت شهادات. السلطة العلمية. أحيانا تكون سلطة اجتماعية، مال أو شهرة أو كبر سن، تفضل يا عم، تفضل يا مدري، أو هذا غني أو هذا كذا أو مشهور أو كذا، هذه سلطة اجتماعية. فالذي قدمه وجعله رقم 1 أو 2 أو 3 هو سلطة اجتماعية. قد يكون هناك سلطة إنسانية، مريض تعبان، صاير عليه أزمة، أصلا في عزاء، صاير له مشكلة، الذي جعلنا نقدمه وشو؟ وسلطته الإنسانية في تلك اللحظة. شوف الوعي يا زينة، زين الوعي كذا تفكك الناس بهذه الطريقة، وكان معك كتالوج للتعامل معهم. السلطة المهارية، والله اللي يدل الطريق هو اللي بيدلنا، اللي يعرف الميكانيكا سم أبشر. السلطة المهارية الدكتور، أنت لواء افتح أذنك، طبيب أسنان أرفع لسانك، نزل لسانك، مد رجلك، أبشر. سلطة كاملة. هو رقم 1، أنت ما أدري كم رقمك. وآخر السلطات هي الأخلاقية، وهي أقواها. يأتي ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ينتفض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاف، ما هي بسلطتي أنا، سلطة النبي، لا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، لست بملك، هون عليك. سلطة أخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي السلطة الأدوم. ليش أدوم؟ الشهرة بيجي من هو أشهر منك، المال بيجي من هو أغنى منك. السلطة العلمية بيجي واحد لو تكلمنا عن موضوع خارج معلوماتك أنت ضيعت. السلطة الإنسانية ليست دائما جيدة، لأنها في الأخير هي تعاطف معك أصلا. السلطة الشرعية الدينية لها مواقف مثلا. السلطة الأخلاقية أنك تصير نعم صاحب فضل علي وكريم معي ولطيف مع الآخرين. هذه السلطة الأخلاقية تحافظ على مكانتك حتى عند غيابك، حتى وانت منتفيه يذكرونك بالخير.